كوكب الأرض ساحة التحرير إلى محطة البشير. أهلا بكم فيه. ما تعرفنا على الأرض. من كوكب الأرض ليلة 1/1 من أمريكا البشير المنصور إلى البشير. من كوكب الأرض من العراق أهلا بكم. من كوكب الأرض إلى كوكب السماء أهلا بكم. من كوكب الأرض إلى كوكب الفضاء أهلا بكم. البشير شو كلية الأسرى قسم التمريض أهلا بكم في جامعة الموصل قسم الرياضيات أهلا بكم في من بغداد الحبيبة أهلا بكم. هو يصير واحد يهني الوادم براس سنه؟ بالكريسماس والعيد ميلاد زيتويو ان شاء الله زيتويو بقبرك وبقبر ابوك على شنو؟ ما اعرف شعب مسلم شي سحاب والله ما ادري وينكو عيد احنا براس السنه وزيتويو زيتويو عليكم وعلى كل الزيتوات وان شاء الله كل زيتويو بقبرنا جميعا وكل هاي وانتم بألف شو اسمه وعايد الله بالهاي. الزيتويو مناسبة جميلة الإنسان يتزيتت بيها، فأحب أعيد كل من لابس زيتويو، الزلاطة الزيتويو طيبة همات، والمساج بالزيتويو خصوصا إذا كان الباكج شامل نهاية سعيدة. وزيتويو والسر ما بيستخوت موزه هاي بالمولات. وين الدين بالموضوع؟ هي شو نفس الارقام 2021 صارت 2022 انه طلعت من المرافق طبيت البلوعه وزيتويو. إذن الزيتويو هو سبب ارتفاع منسوب البعث في المحافل الزيتوية على مستوى العالم. شوف الأخ المجاهد أبو عزرائيل قال نقطتين مهمة خنعوفن وارد أركز بالبعث فقط. قال طلعتوا من المرافق طبيتوا البلوعة، أنا أتفق وياه، احنا طلعنا من الكاظمة وطبينا الإطار، بقت بلوعة مرافق هاي أنت أدرى بها أبو الزيز، أنت ابن الأرض وتشتغل عند محمد الباوي، أنا رجال بالفضاء ما أعرف ايش يصير جوا. ليش تخليني أبص هالسالفة وأقول لك شنو نوع الإزيتويو اللي مارسه محمد الباوي بليلة رأس السنة؟ فإذا هلو فإذا توصلنا لنتيجة أن الإزيتويو هو حق من حقوق كل مواطن، فأنا أريد أهني برأس السنة. وكل عام وانت بخير وان شاء الله السنه ما لنا علاقه بالموضوع ما يخصنا بيه. خلاص ما راح بطلت هل إزيتويو ما راح أقولها، عمي أسحبها، عمي يا إزيتويو رد المكانج. إزيتويو عليكم على كوكب الأرض والكواكب السيارة والكواكب الطيارة، وإن شاء الله كلكم تعرفون الكوكب وضيمة والقاكم مكان جديد أنقلكم عليه، وباعتبارنا طابين على سنة جديدة وموقعي هذا وقدامي كل هاي الدقم والقيورة هاي المتطورة بالسفينة، فأريد أشوف المستقبل الجاي علينا بسنة 2023. سفينة أو أقول لك بعد لحظة راح أسميش منها ورايح غصون، أحسه يوالم شخصيتك. غصون شوفينا والله تنبؤات السنة الجديدة.
جاري تفعيل جهاز أم عباس السحارة. التوقعات اللي تخص العراق يمكن هي ما ينتظرها المشاهد، لذلك راح تكون هذه الفقرة الآن على موضوع التوقعات والتنبؤات اللي تنبأ بها السينما. مقعد رئيس الجمهورية فارغ. مقعد رئيس الجمهورية فارغ. ليش هو سمت روس؟ طيب 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 طيب. لا والله العظيم يعني مو شغلة مو بعيننا الرجال، يعني على عيني وعلى راسي والله، بس يعني ما مقتنع. زين هذا المقعد حتى ينترس فيراد له واحد صاحب خبرة، يراد له واحد مفتح وبايع ومخلص وطاب حروب ودسات ومؤدي له فد 73 يمين دستوري لا رجاء لا تضغطون عليه. لا قاعد هنا أنا وعندي 6000 شغلة. لا عوف الجيب راح ينفتق. الياخة كاوية حبي وخر شوي. أرجوكم شباب، ما اريد اتحمل مسؤوليه بلد مثل العراق. ارجوك برلمان اهو بعدين عمري بعد ما اوصل 40 اصلا. وش قاعدنا الصبح؟ عيني غصون. اطلعي لي اهم شيء بتنبؤات السنه الجديده. رحمه الوالده عشان راح نطول. العراق ابتكار اسلوب مختلف لتحركات ثوريه من نوع اخر. مقتدى الصدر بيلعب اخطر لعبه. اخطر لعبه يسويها السيد؟ خرب راح يسوي دايت. اخر مره سوى اضراب عن الطعام طب ولود الخضراء. بس شفتوا اخر ظهور؟ لا طالع تموت سيد، بس يعني شويه سمنان يراد لك دايت. وعليه بما انه ماكو تنبؤات صادمه خلي انا اعطيكم تنبؤاتي، لانه اللي ما تعرفون عني انه انا عندي تنبؤات. السيد مقتدى بده ينزل من التله. الحلبوسي حيظهر من العملية السياسية. مشعال الجبوري بده يغير رأيه. سارة عليوي حتقضيها على السناب. الدولار حيعلق للبنكة والزبابيق بدهم يلزقوا الموضوع. الخليجي بده يظهر بالبصرة وكاظم الساهر بده يفتتح البطولة. جاءت تغريدة الاتحاد العراقي لكرة القدم بأدى القيصرة والفنانة البصراوية رحمة رياض سيشاركان في حفل الافتتاح. مرة أخرى الاتحاد العراقي يؤكد حضور الفنان كاظم الساهر. أن الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض سيحيين حفل افتتاح بطولة الخليج النسخة 25. ايش قلت لك؟ كاظم بده يفتتح البطولة، بس يعني هو قد ما يفتتح البطولة. حذف الاتحاد العراقي لكرة القدم المنشور الذي أكد بموجبه حضور كاظم الساهر ورحمة رياض. يعني لو يجي لو ما يجي، يعني هل عندي شك في الموضوع؟ يعني تنبؤاتي تقول احتمال يجي واحتمال ما يجي. تعالوا لا تجي واثنينهن صعبات، واحسن شيء اقول لك انا ما اقول لك. ومن سفينة ستاركس أحب أن أقول إزيتويو للشعب العراقي وأخص منهم أهل البصرة الطيبة لاستضافتهم لبطولة خليجي 25. فرحنا كنا بهذا الخبر الله شاهد، وهم إن شاء الله قد هذه المسؤولية، وأنتم دومكم بيضين الوجه حبوبين. نتمنى تستضيفون كأس العالم بالمستقبل وياخذوا روبرتو كارلوس. صفقة بصراوية البصرة، صفقة بصراوية. فنون أشكرك يا وردة. يعني راح اصدمك هالمره وما اتجاوز عليك الخاطر البصره. وين اسمك على البصراوي؟ اشكرك يا ورده. لا تلح. ورده كافي. عطرها شق. اوراقها بق. غصونها. نعم يا وردة. ممكن نطلع من هذا المشتل ونكمل سوالف؟ هسه ما فهمت كاظم راح يجي لو لا؟ بما انه انا بدي احكي وياكم من الماضي، يعني من يوم الاربعاء والجمعه اللي تشوفني هسه الحلقه، الجمعه اليوم راح يوصلك البث مالتي مال الاربعاء بسبب المسافات الضوئيه واللي تفصلني عنكم، فالجمعه راح تكون الافتتاحيه مبلشه، فانتم عرفتوا هو اجى ولا لا؟ انا بعدني ما اعرف. انا راح احاول اكتشف هو حيجي ولا لا. واذا ما اجى فعندنا ناس يعني بدلاء لا باس بيهم، احتمال يطلعون احسن من كاظم الساهر يا اخي. انا انجم من كاظم الساهر بالعراق. يا كاظم يعني انا ما اعرف يا سيف نبي تويت. والله ممتاز، شغل حلو، كلام يعني من بس يعني ما تعرفنا على الاخ. والله ممكن يعني يجوز فعلا كلامه صحيح، احنا في زمن الافلام القصيره الهادفه البناء، يجوز الاخ بناء. عندك الاخ التنويري مثلا البناء كاظم الشويلي صاحب قناه دوله كنتاكي، عنده فيلم قصير بعنوان
خباثة اخوي الصغير حرق التشالنجر مال صديقي، شوفوا شلون 24 مليون مشاهدة، مع العلم القصة كلها مكتوب بالعنوان مال الفيديو. ما اعرف ليش المشاهد تحمس دي يشوف ايش صار. اغنية حافية القدمين مال كاظم الساهر وكاتبها نزار قباني اللي هي من 2003 جايبه 25 مليون مشاهد على اليوتيوب، بينما زميله النجم كاظم كنتاكي جايب 24 مليون بخباثة اخوه الصغير وتشالنجر محروقه. شوفوا شلون. فانا انصح كاظم الساهر يحرق التشالنجر ويكتب شوفوا شلون وياكل اغنيه. وسام هذا شنو ايش عنده اغاني بناءه والله. انجم من كاظم الساهر بالعراق؟ اي انجم. بس ما يقدرون علي ايش قد حيته، بس ما يقدرون اني يعرفون الاول بالعيره، بس ما يقدرون عليهم انا عابر ولا كاظم الساهر، عليهم انا عابر تحياتي للساهر. حبيت هاي القصيده، منو كاتبها؟ نزار دقلاني. طيط 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 طيط. بس واحد يحكيها لله يعني. الفنان وسام الدقلاني طرح نفسه للساحه الفنيه كمنافس لكاظم الساهر، فاجا طرح نفسه من الدرج وبعدين وراها طرح نفسه على القاع. ما تدري هنا دا يغني لوتش. هاي هنا ايضا طرح رقصه بديله لرقصه المون ووك مال مايكل جاكسون، بس هاي رقصه الدود ووك. واضح المسكين يعاني من فطريات بالفطر عنده. هو ما عنده بس اغاني يحكي بيها على كاظم، مواضيع يحكي بيها على كاظم. وما تجي لقاعك عمت عينك يا كاظم، ما تجي لقاعك عمت عينك يا كاظم، ما تجي لقاعك انجم منك يا كاظم خليها ببالك، هاي القاع الشرف زياد انت وامثالك، انجم منك يا كاظم خليها ببالك، هاي القاع الشرف زياد انت وامثالك. ما يقدر ينام هذا، النوم ما يقدر ينام مسكين. حبي انت ما عندك موضوع تفتحه؟ الحياة بيها هواية مواضيع غير كاظم والدقلات. ليش ما تطبخ؟ ليش ما تعلم لغة دنماركية؟ ليش ما تصير روائي؟ حل كلمات متقاطعة، صير مذيع انواع جوية، بيع كمة، اضرب، سوي اي شيء عيوني. يا بابا الدنيا مقلوبة هي. مقلوبة، العراق مقلوب ويجي نوب يسوي دقلات، زلزال سوانا. غصون اريد اغنية غير وسام القندلاوي هذا. يا مرحبا هلا هلا يا مرحبا هلا هلا يا مرحبا هلا بيكم هلا 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 نورتوا ديركتوا هلا بالناس الطيبة هلا 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 فرحان الوطن بيكم كل الحب نحاييكم. It's just like you when you speak Arabic. هلا هلا يا مرحبا هلا بيك يا بعد وايفي. شنو هاي ايش تسوين؟ مرحبا ان شاء الله الاحباب زينين. انت فرحانه؟ انا فرحان والله. حلوه هاي الاغنيه حلوه كلش زيتويو. هاي تسمعها تحس العراق كله خاله تماظر عمه بالقيس. تحس العراقيين كلهم عندهم مرجوحه بالحديقه عادي يعني، بس ترى طبيعي عادي. بنيه بلجيكيه حبت تشارك العراقيين فرهتهم وطلعت باغنيه تقول فرهانه وكلنا فرهانين. انت فرهان علي؟ انا ميت من فرح. علي من زمان فره، هو يجي علي الفره معروف. يلا بما انه احنا فرهانين خلينا نسمع اغنيه فراي هي لخ. الظروف الصعبة والدنيا سواد لابس ابيض على ابيض اجا يتحدى المآسي يخلع الثياب الحداد جال البصرة. خلاص وصلت الفكره خلاص. انا احب البصره والله ومتونس بخليجي وفرحان بالبطوله، بس اذا جاني واحد لابس ابيض بابيض راح اروح من الخوف. هم اثنين لابسين ابيض يجوك بالحلم، لو جدك يجيك بالحلم يقول لك انا مشتاق وزع صندوق لالنقي بثوابي وياخذك وياه. لو ناهي مهدي بملعب الميناء. من انت؟ انا التاريخ. اهلا بك في ارضي. من انت ريضها السمراء؟ انا ابنة العراق وشقيقة بغداد. كم عمرك يا ابنتي؟ انا لا املك عمرا، املك ارثا، املك. ما هذه حفلة التعارف التي تمر علينا الآن؟ التاريخ والسمراء ممكن تتبادلون السنابات وتخلصون من هذا العناء؟
أين ناهي؟ أنا لا أرى ناهي. هل هو في الوراء؟ فدجلة والفرات تزوجا بأرضي وأنجبوا شط العرب. أنا البصرة ابنة السماء. لقد سمعت عنك الكثير، أنت واردة طيبة وكريمة. لقد زرت الأقاليم جميعها وشممت ريح ربيعها. إن أرضك أرض السواد. مساء الخير يا علي، من أنت؟ أنا من السماء، أحب أن أركض بالعراء وأتناول خروف بلا فراء وأجلس القرفصاء في أي وقت ومساء. يا إلهي، هل تعرف أبو آلاء؟ لقد وعد بالمنازلة الكبراء وحرق المنطقة الخضراء، لكنه شرد إلى الوراء. هل تقصد صديق أبو إزراء؟ ما هذا الهراء؟ هل تريدون أن نكمل الموضوع أم نظل في هذه المعركة الشعواء؟ أوكي، غص خلاص، نرجع لموضوعنا الأهم. آسف، نرجع لموضوعنا الأهم. كاظم وين؟ وفي حال ما اجى مثل ما توقعت انا بدايه كلامي، من راح يغطي الافتتاحيه بمكان كاظم؟ حظه وبخته والله، كل من ما خلاني اغني. خلونا نفتتح كاس الخليج، ايش بيه ابزز لو ما تكيفوا للخير. لحد عصفورة بغداد واساعد الفقراء، ولبست الدريس مال الكابتن يونس محمود ومزلغه روحي واركض بيه بالشوارع وموت نفسي تالي متالي. تتوسنون بالفنانين على مود يجون. نتمنى هاشتاج من جميع الأخوة، نطالب ساعدون الساعدين بفتح كاس الخليج. لو تجيبون والله ذاك يطلب 5 شدات، والله جبنا ذاك ب10 شدات والفيزا وما ادري شنو. ليش؟ شنو شبيها عصفورة بغداد تبزز مثلا؟ ساعدوني بالصمون في بغداد وانا بصر، انا اولى بيها. كاظم الساهر بده يجي للعراق، هددته قلت له دير بالك تجي، احتذر اذا قالوا لك. انا اريد اغني زين، اني احترق قلبي للمطربين اللي ما عندهم غيره على بلدهم. حظه وبخته والله، كل من ما خلاني اغني. غنوا عمي، غنوا. شنو هالمعركة حامية الوطية هاي؟ شنو هاي على الافتتاح؟ عمي سووا لهم اوبريت، جيبوهم كلهم، سووهم فرقة سموها سعدون وتيسير وش اسمه هذا ابو صقر، TAS بالعربي يعني TS، وخلوهم يتباززون بيناتهم، واحد يبز على الثاني. بس شوية اهدوا اخوان، خلينا نسمع رأي كاظم بالموضوع، احتمال يجي الرجال. استاذ كاظم، شنو يعني لك كأس الخليج؟ يعني الكثير، انه الحبايب يجتمعون في مدينة الحب، بصرتنا الجميلة، بصرتنا الرائعة. اعتقد هذه فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا، خاصة في البصرة الروح الحلوة، في البصرة البساطة الجميلة. شوف الرقي، شوف المرأة شلون استمتعت لما سمعت هذا الكلام. تخيل كاظم دا يغني، اطبع عليه تيسير منا وسعدون منا وابو صقر الختياري من قدام وعنود الاسمر تسوي عليه انزال من فوق. عذرا دلوعتي، اكو حاويه مال زبايل، خل تجي تلم الزباله بحياتي، جيبها. الرجال اذا غنى نزلت البحر راح يقولوا له شوف عرضك وين نازل، واذا غنى اني خيرتك فاختار راح يقول له اطاري لو تياري، واذا غنى صب لي مني دك مي ورد حيقولوا له باليمنى لو باليسرى. بس ولد العشاري عرفوها. زين هسه اجى كاظم او ما اجى، البصره شنو استعداداتها ليجي حدث رياضي وفرايهي؟ تزينت شوارع محافظة البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج. استضافت الفرق والشخصيات المهمة كلها مؤمنة في فنادق يعني جيدة، ربما يصل بعض منها إلى 7 نجوم. وهذه البطولة ستكون وجه مشرق للعالم جميعا. الاستعدادات اللوجستية للملاعب في محافظة البصرة كانت كبيرة جدا، خصص إلى محافظة البصرة ضمن قانون الدعم الطارئ 3 تريليون، بالتالي جزء من هذه المبالغ معدل 600 مليار تم تخويل المحافظ لحالات المباشرة. الجماهير الخليجية مستعدة للحضور. الحمد لله الامور تبشر بخير، لا الامور زينه ما شاء الله، والتحضيرات زينه وفلوس مصروفه والناس مرتبه وامورها عظيمه. خلص جيبوا سعدون وتيسير وابو صقر وخلنا نتوكل على الله ونفرح الفرحه الكبيره، وحنا كنا فرحانين. استمتعوا بالبطوله، راح يصرفون ما ادري 600 مليار دينار عراقي، ما ادري ايش قد على البنى التحتيه. يعني قطر صرفوا 220 مليار دولار على البنى التحتيه مال قطر على مود كاس العالم. احنا وين ودينا 600 مليار دينار؟ تشرع الجهات المعنية بإنشاء جدار إعلاني لعزل المنازل العشوائية القريبة
من ملعب الميناء الأولمبية. المناظر اللي موجودة حاليا مو حلوة والوقت شوية ما مناسب ما يسمح، فارتأى السيد المحافظ أن يكون هذا المشروع متواجد هنا. لكن ما معقول الجدار على المناطق العشوائية يكلف 480 مليار جدار. هذا والله يعني خوش حل. هذا عندك مشكلة ما تقدر تحلها لأنه مستعجل، عندك بطولة، فالأفضل ما تشوفها. ايش بقى؟ هاي المشكلة؟ ماكو، وينكم مشكلة؟ ليش تكذبون؟ كل شيء ماكو. خلاص انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. عندك عشوائيات تجاوز يم الملعب، حط كرومة خضراء وترسوها بنايات بالخضار، أطفال سعداء يركضون وناس سعداء، وواحد يجي فرحان دي يدفع عربانة مع الطفل وهو كلش سعيد يجي اوفر، ولي غاد واحد لابس كردي، واحد لابس دليمي مننا وشال صينية ام العراوي وناهي فوقهم مسوي هيك حاضن الجميع وخلص 400 مليار فدوة. بلد جرافيكس ومبكسل هماد. بس يا جماعة يعني احنا والله نريد نفرح والله، يعني اذا عدنا نقص شوية هنا يعني مو مشكلة بيناتنا. سنغافورة اللي هي سنغافورة هم بها عشوائيات وعشاير وفرقة تيست الفنون الكرنجية موجودة. يعني ذا كاشية نقص تنقل البطولة، إذا ممر مثلا بعدهم ما صاب بي تنقل البطولة، إذا بلوجيكتر ما مشتغل تنقل البطولة، إذا شباك شوية اليد مال الشباك بس اليد يجيبوها منه يا أبو سوبر ماركت أو أبو إنشائية، إذا الحنفية ما موجودة تنقل البطولة. يعني فعلا يعني على مود اليد ما نفرح، بلد يوقف على يده، وإذا اليد عاطلة نشيل اليد ونحط غيرها. مو هي استاذ المشكلة احنا شفنا البلوجيكتر النقص شو يسوي بالمباريات، اللواعيب قاموا يلعبون ملامس يا استاذ، قام يجي هذا شنو الجول؟ لا هذا طيب حكم اسف، يعني صارت لمسة طيب عندك. التعليمات قبل بالمباريات تصير اخواننا على والدي اللي بلوجيكتر يعني ترى يخوف. ومن منبري هذا احب ازيدك من الشعر يده ان الحوادث هذه عادة تصير يعني باي مباراة باي دولة، يعني حنفيات وبلوجيكترات ويده مع الشباك ما توقف بيناتنا. بس يعني مثل شنو ممكن هاي الحوادث اللي تصير؟ يعني ردنا واحد ابو انشائيه يشرح لنا. اريد اقول لك كم شغله، اذا طفت الكهرباء لا تستغربون، ذاك اليوم صارت بكاس العالم. اذا وقعت المدرجات كلش طبيعي، ترى صايره بمصر وبغير دول. خليني اقول لك كم شغله، حتى لو الجمهور وسخ الملعب وكسر الكراسي وشمر بطاله جاي يصير بكل الملعب. وحتى اذا شفت التنين هجم على الجمهور وسواهم استاو زايد عادي، صايره بجيم اوف ثرونز. وحتى اذا شيتوا ياجوج وماجوج لا تستغربون، يوم القيامه اجى يوم جمعه. وحتى اذا شفت وميض قوي وحسيت جلدك بدا يحترق طبيعي، قنبله نوويه وصارت باليابان الحمد لله وامورهم طبيعيه وسووا جريندايزر. قاسم بويت دا تطفر العالم لو دا تقول لهم تعالوا انتوا. ماركتينج شفته بحياتي. ما عندهم مترو ذيس واي، جابوا قاسم الحشاومي اهرب ذيس واي، اهرب ذيس واي. يا جماعه يا هيك بطولات فرصه الدول تستفاد منها اقتصاديا. المشجع يشتغل طول السنه يلم فلوس حتى يروح يسافر يشجع بلده ويصرف ليساته ويتونس، فخلي العراق شوي يستفاد اقتصاديا، يعني خلي يستغنون عن الاعتماد كليا على النفط ويشوفون غير مصادر يعيشون على البلد منها. حيجوك آلاف المشجعين الخلايجه هم وفليساتهم، جايك هم والمالات. يعني اذا تحط لك فلينه ب 12 بطل مي انت طالع لك ببيتين بالاميرات وركن. فبلشوا يجروا رجل السياح، قولوا لهم هلا بيكم وهاي السوالف وهاي خلي يجون. هلا بيكم هلا يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا هلا وكل الهلا هلا وعيني هلا هلا بكل منيجة اهلا بك بصرة. يعني حلو المهلي والله حلو هلا بيكم وهاي يعني حلوه بس يعني شويه مبالغه بالموضوع شويه اكو. الخلايج هيك عبالهم اللهجه العراقيه بس 3 حروف بيها بس هاء ولام والف وخلاص هذا هو نسكت. اهلك اهل شويه صار الحاح بالهلا، العمليه راح تبين عبالك قفيص مو ترحيب ترى. خلاص كافي. احنا جرينا رجلهم فطب لي بالاستغلال الاقتصادي. قلت له ما له داعي المقبلات ندش بالعميق على طول، قال والله ينزل. اي والله قال لازم. الله يخلص. دعت شيوخ عشائر إلى فتح مضائفهم ودواوينهم أمام الوفود والجماهير القادمة إلى البصرة. اهلا وسهلا، بيوتنا وقلوبنا مفتوحه لهم. تقعد بفندق، انا عندي بيت، شنو انت قاعد بفندق بفلوس؟ يقول لك عيب تجي هنا وما نستقبلك في البيت،
فأخذوني معهم بالبيت بالقوة. يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. المبادرة اللي أطلقت قبل يعني فترة قصيرة، موضوع 2000 بيت مستعد لاستقبال الضيوف في البصرة. أحد مرسل لي يقول والله لا أنا والده والديك، لو ما جيتني اليوم تتغدى عندي ولا تتعشى. يقول سعودي، يقول كويتي، يقول إماراتي، احنا ناخذ بيتنا، ضيف بيتنا، نضيفه هوتيل ما في. صفقة قوية. شوف، أنا مثل أغلب العراقيين من شفت هاي البطولة وشفت هاي الفرصة وجمهور جاي وكذا وناس جاي من برا، حسيت إنه هاي فرصة لتغيير حالة الشباب الاقتصادية، خصوصا شباب البصرة، وإنه فرصة جيدة تقضي على نسبة بسيطة من البطالة، وإنه الشاب يلقى شغل ولو كان مؤقت بس راح يفك به أزمة حالية، ومبوعت الموضوع من نظرة اقتصادية بحتة. بعدين شفت انه المستقبل اذا استمرت هاي الوضعيه في المستقبل ضام اشياء جيده، سكتت من هاي الصفحه، اجيت على غير زاويه وشفت الموضوع من زاويه اخرى. من تصفن شويه راح تشوف انه من 2003 لليوم حاولوا الولائيه والزبابيق والاخوان وباقي شله الاحزاب الاسلاميه المتطرفه من خلال اعلامهم ومحلليهم وسياسيهم ان يفصلون العراقيين عن محيطهم العربي بشتى الطرق، وان يعممون حالات فرديه شاذه تصير بكل مجتمع على سلوك جماعي للدوله وشعبها، وأن يزرع بيك بذرة الحقد والعداء اللي هسه رجعت افترت وانقلبت محبة بشكل لا إرادي. ليش؟ لأنه أنت ابن البصرة وابن العراق بصورة عامة، جزء كردستان مو عرب بس باقي المناطق وكركوك أيضا بها مو عرب، بس باقي مناطق العراق هم عرب. يعني العراقيين بهالمناطق هم جزء من هذا العالم العربي، يتشاركون باللغة والعادات والسلوكيات إلى أبسط التفاصيل وحتى الأغاني والأكل. وش قد صرفت مليارات الدولارات حتى يزرعون هذا الكره بين العراقيين وبين العرب؟ اجوا اهل البصره بشكم كلمه حلوه ومضيف مفتوح وهلا حبوبي، ذبوا مليارات هاي انصرفت كلها مال الولايه بالزبل. فاني سعيد وفرحان باللي دا يصير، فرحان بالبصره واهلها وكرمهم. والله جديات يعني الله يفرحكم على طول ان شاء الله، والبصره تستاهل الافضل هي واهلها، وان شاء الله البطوله تعدي على خير والناس تستمتع وتقضي وقت حلو ويسوون ذكريات ما تنسي. وان شاء الله روبرتو كارلوس ياخذ البطوله. اني فرحان زيتوي لكم كلكم، وان شاء الله الكاس عراقي. جيبه خليكم ويانا. جيبه اهلا بكم مره اخرى. الحياه صايره صعبه ومتعبه، ما كانت هيك. ازيتويو قبل كنت تنولد تدرس تتخرج تتزوج تخلف وتموت ويحطون صورتك بالاستقبال مخنزر ويبقون جهالك واحفادك يفشرون عليك طول العمر. هسه لازم تعيشها بحكمه وموعظه ومعرفه وتكون صاحب محتوى مؤثر بالمجتمع وتقدم رساله مفيده للبشريه تفيد بها الاجيال والقيد. هسه نادرا ما تشوف واحد ناشر صوره على الانستغرام وهاي هذا بس، لا لازم وياها حكمه او التجربه يبين بيها هو ايش قد محارب لاعداء النجاح. هذول زباله يا اخي. من ادخل الانستغرام واشوف كميه العمق احس نفسي الوحيد التافه بهذا العالم. يا معودين انا ابدا اتونس بالعركات بالتحديات مال الديب ويب. حتى ماي ايدل ورده العراقيه طلعت من محتواها الكرنجي وقامت تدور محتوى جيوسياسي. سمعتوا اخر خبر؟ بيش الوراق 51 يشترون 52 بيعون. كفو صعدوه والسوق وجنار. بهالورق هذا صعدتوه وبهالسوق اللي وجيتوه نار. 59 كانت القونيه، هسه ايش قد راح يصير ب 100 دولار؟ زين الفقير منين نجيبه ذات تفلشون بيهم على الشارع يبيعون؟ الحاط له شمبر صغير يعيش عائلته، خو قول له لا روح ولك بالشارع بيع كريستال بيع شو تبيع واحنا نكمشك ولا 6 اشهر ونحبسك ونقول لك اعطينا 5 ملايين وانتم تطببون من جاي يطببون غيرتوا جاي تطببوهن. بدقيقة واحدة ولابسة دشداشة صيفية بهاري بالشتاء وقاعدة بالبيت فتحت موضوع اقتصادي ربطتها بالمجتمع والرأسمالية وتأثيرها على الفرد اللي راح يبيع كريستال وفساد، بعدين وراه دخلت بالفساد، بعدين تجارة المخدرات، ثم رشاوى وابتزاز، وحكت على المنافذ الحدودية. اعترفت بالقانون وطعنت بالقانون بنفس الدقيقة، كله بدون الحاجة لميزانية برنامج أحمد ملا طلال ولد غمز مالته. خلاص احنا اخوان نلغي المركبة هالفضائية ونلغي الرحله ونشوف لنا قاع نصفط بيها وما عندنا بعد شيء نحكي. ورده لامست الجي سبوت مال النظام السياسي العراقي. بس دقيقه اكو سؤال، اذا ورده العراقيه عافت محتواها الاساسي اللي هو العركات ويا ايناس الخالدي وتسوي اغنيه عاويه ترزل بالمتابعين لان مضغوطين
وبدت وردة تحاول تحل مشاكل الاقتصاد والسياسة. لعد الرئاسات الثلاثة اللي يديرون بالدولة بالعراق ايش دا يسوون؟ ولو يعني حقها، يعني السوداني يقدر يمشي الامور اليومية حاله حال مدير العام مثل ما قال قيس، الجود بوي يعني رجال جود بوي ومودع. اما الوجه الجديد الصاعد عبد اللطيف رشيد ففخامته شويه تاخر، يعني بعده ما ساحق على القصر، لان من اول يوم شفناه بيه هو متيه بالاتجاهات. بما انه الرئاسات الثلاث هم الناس اللي بالوجه اللي على اساس هم يديرون الدوله، وهم مدى يديرون الدوله، واللي كلهم جابهم تحالف اداره الدوله، فهذا يدعونا للسؤال: منو اللي دا يدير الدوله؟ هؤلاء ليسوا سوى دمى، القرار ليس بأيديهم، القرار بيد هؤلاء المقنعين الذين يلبسون القناع. أغلب المؤسسات الدولة وأغلب الوزارات تقاد من قبل ما يسمى بالدولة العميقة. أخي العزيز، العراق دولة ضعيفة، دولة فاشلة، موجودة بها دولة عميقة. الدولة العميقة. حالة الدولة العميقة، أجندات المشروع العميق. 75% من أمور الدولة وشؤون العراقيين تدار بقوى خفية. جزء من الدولة هم الأشباح. الدولة العميقة والدولة العالم السفلي في العراق هي تتحكم. الدول الموازية داخل إطار الدولة الواحدة. هي مو دولة واحدة يعني. أكثر من دولة عميقة في العراق يمضي قرارها حتى على السلطات الرسمية. ابراهيم الدليمي بعد اسبوعين شواربه راح يوصل لهنا اباطاته يوميا، كل ما اشوف له لقاء الطولانات هيك خلاص كاف قصهن كاف. احنا كنا معترفين بوجود دول مو دوله واحده بالعراق، كوم الدول بالعراق الله وكيلك حبيبي. الكوت هي مسميها دوله واسط هسه، واللي ما يعرف واسط هي نفسها الكوت ترى، يعني ممكن معلومه جديده عليك حبيبي. صاحبك الساقط من يتغزل بطق كبير لو ايش مربربه يقول لك عمي دوله وعلم. عمي لا تخلونا نحكي هسه، انا مو 7 سنوات سويت دوله وعلم وما عجبني الوضع، طرت للفضاء اسوي دوله ونجم. هسه وين وصلنا؟ او تقريبا راح نوصل للحل اللي يخلينا نفتهم ليش ورد العراقيه تسولف بالسياسه والاقتصاد والمجتمع. شوف، الرئاسات الثلاثه اللي تدير العراقيه بالحقيقه واجهه تدار من قبل الاحزاب اللي عندها دول مو عميقه، والاحزاب والدول المو عميقه هي اللي تدير الرئاسات الثلاث. هي بالحقيقه هاي نفس الاحزاب تدار من قبل دول خارجيه، وحتى يفرضون ينفذون المطلوب من عندهم يستعينون ميليشياتهم او مسلحيهم. هنا عندنا سؤال مهم: الحكومة وقواتها الأمنية، الأحزاب وميليشياتها ودولها المو عميقة، هذول كلهم منو يقدر يأثر عليهم؟ منو اللي عنده القدرة أنه يتحكم بهم أحيانا؟ صارت النسوان ترى هواي تتحكم في وضعنا العراقي حتى بهاي الأمور هسه الحالية. في مجال السياسة هنا الوضع شوية يختلف، هسه افتهمناها هي آفة، لكن أن تتدخل في القرار السياسي، شنو وظيفة الفاشينيستا؟ شنو تعريف الفاشينيستا؟ منو هي الفاشينيستا؟ شلون وصلت إلى القرار السياسي وبدأت تتحكم به؟ حبيبي توصل عيوني، أنت وين تريد توصل، هي حرة، أنت شو عليك؟ توصل للقرار السياسي وتحط له كونسيلر همات. بعدين بعض الفاشينيستات مسويات عمليات أكثر من الكتائب، فهي تعتبر إضافة نوعية للعملية السياسية. وحتى اللي ما تمتلك الحنكة السياسية تروح تسوي تكساس، حنكتها تصير أهاطولها. بعدين اغلبهم صاحبات تجربه وقياديات وعندهم جمهور منضبط، شو تقول لهم؟ يقولوا لها تم. هو اكو احلى من الفاشينيستات؟ لك هو اكو ارقى وارق من الفاشينيستات؟ هو اكو احلى من انه تقعد الصبح وتصبح بوجه فاشينيستا؟ إلى سري ورقصني على الوحدة ونص يا ميدو. ألزمت يا بنين الموسى وبالشارع شلختين وروح خابته وداعت راسي وليدي. ميدو إذا شوفوني فرع طفرني فرع الثاني. ليش؟ يا الخايسة. وحرق الجو. يعني هو الصوت العالي واحد من الاشياء المهمه بعالم القرار السياسي. الحقوق يراد لها حلوق مثل ما قال الشيخ الزقزاقي. هسه عرفنا احد المواصفات المهمه التي يجب امتلاكها من قبل الفاشينيستات للدخول المعترك السياسي بس الصوت العالي وحده ما يكفي للنجاح بعالم السياسه. انا متحمس حتى اعرف شلون تم التحكم بالقرار وشلون راح يتعاملون ويا السياسيين مالتنا. عذرا على التعبير شوي، هذا مصطلح شوي تشيب، بس كل واحد بس لازم يعني باعتبار انه جاي نتحدث، لا جاي نتحدث عن مجتمع جاي يحب هاي السلوك. ما تحددها من يزحف منه؟ ما تحددها، ممكن يكون هي ببالها شخص معين ودروب سياسيه العامه بصوره عامه. منو اللي شفته؟ لا السياسيين بصراحه يزحفون على اكزاكتلي على الفاشينيست. بالضبط اكزاكتلي بالضبط. هم السياسيين يزحفون بس للفاشينيستات؟
يزحف الفاشينيستات والفاشينيستين والفاشن بعدين حبيبي ايه اسمها سياسة. فن الممكن. ممكن نتعرف زين، ممكن نتحالف ونسوي لنا فد كتلة ونوابي على نوابك ومتحدثيني على متحدثينك وننجمع ببيت الشعب والحلبوسي يعقد لنا الجلسة ونسوي قرارين 3 حسب الجهود المبذولة والانسداد السياسي نبذل كل جهودنا حتى نفتحه. اما اذا صار منحنى ووصلنا لعنق الزجاجة فهنا لازم نرطب الاجواء ونهدي النفوس. قراءة اولى على قراءة ثانية هاي العلاقة بين السياسيين وبعض الفاشينيستات والمودلز هاي طبيعية جدا، يعني حتى من خلال هاي العلاقة تفهم الطبقة السياسية حاجات المجتمع وتطلعاته، فيعني هم كونكتر للوصول للناس. إسراء العبيدي دائما أغلب السياسيين يتكاتلون عليها ويجيبوا لها هدايا وترفض. بعمل شغلي عن طريق شغلي وأنا يعني تراني حلوة وغير إنه حلوة دمي عسل. Exactly. شوف التواضع ايش قد حلو. لا كلش متواضع. لا جد بس أنا يعني خلاص هم سياسيين. يعني هاي المعلومة صحيحة. اي Exactly. بس اذا يعني ما يجي السياسي الحلو مثلا رئيس مجلس الوزراء تحياتنا له، الحلبوسي مثلا حلو. Exactly. يعني هو والله بصراحة يعني فعلا الحلبوسي حلو، يعني هو لا يقاوم، بملوحة خصوصا سحبة شعره لي ورا ووجناته تلمع، يعني رجال متدفق ما يلزم. كل ما تجي عليه تقول له ابو جاسم ترى انت حلو، يتدفق من بين ايديك ويدفقك ويشرد. بس والله راح يندفق دفقة القرن راح تصير بي. فالرجال بيه مواصفات مال حلوين، يعني هو معتبر واحد من اهم الحلوين بالعراق صراحة. بس اكو احلى منه بالطبقة السياسية. ايش بيه عمار يوسف؟ شاب جميل. ايش بيه ياسر صخير؟ الاخ المذيع هنا قال شغلة مهمة، قال اغلب السياسيين يجيبون هدايا للاخت العزيزة هنا، يعني اغلب يعني كل الطبقة يقعدون الصبح. بس شنو نوع الهدايا اللي ممكن تجي من سياسيين للاخت العزيزة والباقي الفاشينيستون؟ شنو؟ اكو سياسي جايب لي سيارة هدية. اي صح. شكرا. شنو المناسبة؟ والله هيك يعني صديقي هو كلش. وشكرا على السيارة صدق. وبعدين بدلتها بس هي كانت سيارة كلش حلوة من عنده. هو شخص كلش مهم وسياسي إلى مكانته على فكرة، وطيب، مو إنسان من السياسيين اللي نقول السيئين. احنا بكل نخبة اكو زينين واكو مو زينين، لا والله هو كل زين ومحترم وحباب ويساعد، وشفته بعيني انه هاي الاشياء. ما اعطيني سيارة وردة مال الله شو موت، حتى لو يشاق العراق يخبل. احسن انسان شفته. يعني هم السياسيين يحبون يساعدون مختلف طبقات المجتمع، تهادوا وتحابوا. تستاهل سيارة، شو المشكلة؟ عادي، بنية حلوة ودمها عسل، وهي ما تستقبل هدية من ياهو كان إلا من السياسي تشيكه المحترم والزين والحباب واللي يساعد الناس ومصدر فلوسه حلال، مو غسيل ومخدرات الله يشفينا شرها لا سامح الله. ترى لو جاي مثلا محمد الباوي مثلا على سبيل المثال، يعني الرجال ما يسويها ويختلط ويا نساء، يحترم شوية رجال مقاومة، وقال لها مثلا هاي سيارة هدية، عيب ترفض. هو مقاوم وهي ما تقدر تقاوم، والرجال حباب ومحترم ويساعد ويعني منفتح على مو بس إسراء تاخذ هدية. بالمناسبة قدامكم إبراهيم الجذاب كاتل روحه على هدية من الحلبوسي، وأنا قلت له تاخذها مني إذا مدحتني شوية بلقاءاتك، وأنا أصلا وزعت هدايا براس سنة. فالموضوع لطيف عادي ومقبول، خلي الناس تتهادى يا حبيبي. إدارة الدولة والقرار السياسي والتحكم شو اللي علاقة؟ قاطعين الجسر يعني؟ شنو فتحت الشارع كله انت؟ فدوى الحلقة. اي والله. فدوى اروح لك، الله يوفقك. تاج الراس فدوى اروح لك. قاد. هاك عباس هذا السايق وياك. سيدي الغالي. يعني شلونك صغير؟ فدوى لوجهك بعد عمري. الله يخليك. اي والله فتحته كله سيدي. تقديرا لكم. فدوى لحلقك بعد عمري سيدي الغالي. اشكرك على هذا الاتصال. بعد عمري فدوى لوجهك. حبيبي الغالي تعبنا. شوف ام فهد العلم تفتح شوارع، يعني ما متاكدين فعلا اذا ام فهد تفتح شوارع، بس اللي متاكدين من عنده انه اكو فاشينيستات يفتحون راسك اذا طب الموضوع. تخيل رقمه مكتوب لواء رصافه، لان احتمال عندها رقم فريق بالكرخ، وزير بالشمال،
نائب رئيس مجلس اداره شركه سومو. هاي احتمال اذا تدور بتليفون اكثر تلقى رقم ابو كوريا الشماليه. واذا صار فيديو كول تخابر ابو روسيا، وتفضل النزاع الدولي حاصل بين روسيا واوكرانيا. ام فهود العلم. بعد شي فتحا بالله ما دام فتحنا الموضوع. الفيديو يوضح قيام همسة ماجد مع مجموعة من الأشخاص بحبس مجموعة من الفتيات العاملات في أحد المطاعم يذكر أنها تابعة لهمسة. شو يسوون العصائب جيش المهدي؟ في شو بالنص؟ انت عرفتي شو يسوي؟ يعني قبل كانت حركات يعني العالم بالجدوره بالشفاكير بالميليشيات صارت جيش المهدي والعصائب، اضرب جيش المهدي بالعصائب، اضرب بالكتائب، شنو هاي؟ شوف بستوريات جابن كم طرف، جمعوا قوى الدوله ولا دوله، حتى حلف الشمال الاطلس راح يتدخل. وحده حابسه عاملات وتحقق وياهن، والمحبوسات يهددن بالعصائب. بعد ما اللي حبستهن هددت بالميليشيات. وهذا الحكي كله اكو ضباط برا قاعدين ينتظرون منو راح ينشق بالنص حتى يجون يصورون ستوريات. مو بس هيك، مرات توصل اعمق همات. لك انت تعرفني من اطلع وياي كم واحد؟ اي زواحف. الله زواحف تاج راسك سويت والله زواحف. الله وكيلك هسه صيحهم يمرعدوك تمرعد. شنو هاي؟ يمرعدوك تمرعد. باو باو باو. هسه هاي الموسيقى زيج لو يبوق هوا وما ادري والله ما اعرف. هي قالت كلام يخوف. قالت هسه اصيحهم يا ويل يمرعدوك تمرعد يا ويل باو باو باو. يمكن هاي الموسيقى نفس اللي استخدموها الامريكان ويا ابو الاء. سوف نقوم بالمنازله الكبرى يوم 31/12 باو باو باو. حامد الموسوي ساكون اول من يحمل السلاح لاخراج القوات الامريكيه يوم 31/12. طيب 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 طيب. فانا احب اقترح انشاء مجاميع مسلحه متخصصه للفاشينيستات والمودلز وام فهد اتحاديه. هاي المجاميع تأتمر بامره القائد العام للقوات الممكيجه. احنا اذيه بالشارع كل يلزمونه يسجنونه يطيحون حظه. والله يخسون. حلال علينا والله هسه استدار هيك. يا حبيبي والله يخسون. حلال علينا السجن. واحد نمبر 1. واحد بغداد اذا سياره مو طلع ما تساعدها. مو حبيبتي؟ لوش؟ خالد والله حبيتي تلزميهم تطيحين حظهم اذا لزموك. مين دقيت عيوني يخسون على قولته. عزيزي المواطن العراقي اللي ما عندك رفاهيه تعاند من تسمع الوي وي 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 وغصبا عليك توخر لانه المرور يعتدون عليه. بقت عليك ابويا موضوع طارئ. بعدين هذا الوي وي وفقدت هيبتها. المرور وي وي والنجده وي وي وابو الاسعاف فارغ لو محمل وي وي ابو الاطفاء يجيب غدا وي وي وابو العصائب يوصل توته للصالون وي وي ابو الكتائب افتح الطريق وي وي. من حق اي فاشينيستا تتمتع بالوي وي. الوي وي حق شرعي وقانوني ودستوري لكل السيارات المضلله حتى لا تتعرض لمواقف محرجه ويا الناس او الحكومه. حلو والله. يعني متطلبات الوصول للقرار السياسي للان هن سيارات هدايا حمايات ومرعدا وي وي يعني. ولازم تعرف لواء رصافه جدا مهم بهاي المعادله. اكو احد مهم تخابره بعد؟ 3 ساعات قفلت. خلال ساعات لا تلعبون ويا الدولة. أني دولة لا تلعبون وياي. أني بتليفون واحد أشوفكم بالنص. لا حد يلعب وياي. أي صورة إلي تصير أي صفحة وهمية باسمي والله العظيم أطلع عنوان البيت وأتصرف تصرفات ما حلوة. فلا تندقون وياي. عم واحد يمشي بالشارع يندق بفاشينيستا ينشق بالنص، يندق بميليشياوي ينشق بالنص، يندق بواحد مواطن يطلع قرايبه ينشق. تقول لي مواطن مشقوق بالنص هذا دولتك ما تعرفنا على اخت الشقاقيه. بس دقيقه شباب شنو نوع هذا التليفون اللي يشق شق بالنص هذا؟ يعني والله اشتريه يحل لي هوايه مشاكل. يعني ممكن هذا التليفون يرجعني العراق بدون ما حد يندق بيه. الو مرحبا عيني دولة الشقاقية وياش دولة البشير. ماكو جوا ايدك فريق اول ركن؟ حتى ما يخالف يعني فريق لواء ركن يلا ما يخالف مشي شغل تمام. زين 2 مقاومين حتى لو عندهم جكسارات. زين ممكن بتليفون من ايدك الطيبة تحلي لنا ازمة حرق الغاز المصاحب؟
اي والله ممنون خيتي الله يسلمك. انت وفهد؟ العفو اسف. لا تصيحين. لا او في العراق خطيه، العراق خطيه. اكو شيء راح يصير غلط بالعراق بالايام الجايه يعني ما العلاقه. انا اعتذر على العراق للعراقيين على اللي راح يصير بيهم، مو ذنبي والله، هي عصبت. شوف اخوان بصراحه وهذا الموضوع خطير من تدخل به، لانه من تبدي تسال هوايه من هاي النوع من الاسئله وتطبب نفسك زايد تجيك اجوبه مو حلوه. التصرفات ما اقبل فيها. زين، وهذا تليفونك. احسنت. حافظ على رزقك وما لك علاقه بالهاله. حافظ على رزقك، افهم كلامك يعني ما عندي غير اخطائي، الله يوفقك. يعني انا اعتذر، يعني اعتبري ما شفتي الصوره. اسف والله العظيم مو قصدي والله. ابطل والله برنامج اروح ارجع هذا الفيديو قبل لا نزار يلتقي بالسيد اكيد طبعا، لانه اللي يلتقي بهم السيد وضعهم غير شكل يصير. طيع 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 طيع. بس اذا الفاشينيستات يعتقلا ويحققا ويمرعدا ويخابرا ويسدن برامج ويقطعن ارزاق، القوات الامنيه شنو شغلها؟ انا اجاوبك. تنقسم قسمين، قسم ضد هاي التصرفات ويبلغون عليها مباشره. اللي صار بيه بلغت عليه، قلت لهم هاي ناس مو زين قعدوا قبالي، ما صار طبعا 5 ايام من قعدوا زين، وانا منتسب تعرف اروح الدوام وارجع للبيت، فخفت على عائلتي لان الناس طابه طالعه وهوسه وشروب بلغت عليهم، اجوا اخذوهم وشكروا من عندي ولقوا عندهم مخدرات. منو اللي شكر من عندك؟ مكافحه اجرام الدوره. زين. شوف انت هسه فرحت وشعرت بالامان لانه انت تستعجل، انت مستعجل طول حياتك، انتظر اسولف لك القسم الثاني من القوات الامنيه. القسم الثاني يعتقل القسم الاول. ماكو يومين قاعد ارش بالباب مالي، اجوا اخذوني، اخذني شخص اسمه وميض على اساس هو نقيب، وهي اجت وياه. مو لزموها شاي؟ طلعت بعلاقاتها طلعت. مصطفى؟ اي نعم. زين، ايش قالت لك؟ قالت تزوجتي، قالت لها والله بعد ما اخليه يشوف جهاله دقيقة واحدة. هاي اللي عندها مخدرات نعم. جيد. انا اترجاها من مصطفى، كون اشوف مصطفى حتى رجليها ابوسها. اللي بلغت عليها؟ اي والله، حتى رجليها ابوسها بس تعوفني عمي بحالي. صفقة لمصطفى، صفقة لمصطفى. دولة وعلم مصطفى عمي والله. واضح انه اكو شغلتين بالعراق يخوفن، الثالثة الفاشينيستات والمودلز ومفاد الاتحادية وام مصطفى. بس انا اشجع القوات الامنية انهم ما يخافون ويصيرون سباع امام الغلط. شلون تفوتون على مكان مغلق؟ ما مسموح لكم، صح؟ كل مكان له حرمته، وانا حرمة مكاني دفع الثمن اغلى. بعد من احد يدفعكم فكروا زين، وحقي اجيبه. لو باكبر رتبة انزع لهم الرتبة بايدي وبالحق. افتهمتي لو افتهمت. يا ست إسراء الفاضلة، يعني هدي شوية، رفقا ويا أبناء القوات المسلحة، هذول هم وليداتك. يعني هم صح ضوجوك بس مو مال تنزعيهم الرتب، وبالحق خطية جايين يسترزقون وعندهم عوائل ومرتبطين بسلف، يعني مو مال قاعديهم بالبيت. نناشد إسراء العبيدي بالتحلي بضبط النفس وعدم انجرار وراء دعوات الفتن. يعني ست رزليهم، عاقبيهم، انقليهم لمكان حدودي، اقطع عنهم الاجازات، علميهم غلطهم، بس يعني مو مال تنزعين رتبهم، يعني مو مال نحل الجيش وتعال نبني جيش جديد وجيب بريمر ودربهم. حيل والله الخاطر العراق ست اسراء المحترمه، خاطر العراق عوفي الموضوع. بعدين انتوا شلون تفوتون مركز محمد اسراء العبيدي ها؟ ولا صحه ومحه وقوات امنيه، انت من الدوره على الصحه ما خفت على صحتك من طبيت على هالطبه؟ اللي افتهمناه اللي يديرون الدوله واجهات تديرها الاحزاب والدول المعميقه، والاحزاب والدول المعميقه تديرها دول خارجيه، واللعبه تتنفذ بسلاح الميليشيات، والقوات الامنيه والميليشيات تاثر عليهم فاشينيستات من خلال علاقات ويا ضباط ورجال دوله. واذا الضباط ورجال الدوله قرروا يواجهون الموضوع راح ينصلخون بشلاق وتنزع رتبهم بالحق، لان الفاشينيستات ممكن عندها علاقات ويا ميليشيات ومخابرات واحتمال اعلى واعلى واعلى، واحيانا هن وسيطات حتى بالصفقات السياسيه. ممكن يكون وسيط حتى تاخذ، يعني مثلا هي تعرف شركه معينه، ممكن يكون وسيط. يعني دخلا الفاشينيستات وسطاء بالصفقات السياسيه؟ واي نوت. يعني تخيل قيس ونوري متعاركين فتروح على قيس شيخ ما يصير هيك، هلا بنوري يعني رجال كبير
يلا اوكي صيحي خليه طب يلا مشكله، فيجي نوري ويقعدون يتصالحون وهذا هيك يعني. هذا اللي خلاني افتهم ليش ورده العراقيه تسولف بالسياسه والاقتصاد، تغار من بنات جيلها وعافت محتواها وركزت على الهدف. اكو نقطه مهمه بهذا الموضوع، وانه طبعا مو كل الفاشينيستات يسلكن هذا السلوك، لا طبعا بكل مجال بالدنيا بها النماذج الزينه وبها النماذج المحترمه وبها النماذج السيئه وسلوكها ايضا سيء وشغلها ايضا سيء، ولكن اكو قسم من هذه النماذج مو كلها طبعا صار واجهات لعمليات ابتزاز وغسيل اموال وفضح ملفات وغيرها من الاساليب الرخيصه. وحتى تتاكد انه اكو علاقه بين ما ادري شو اسميهم، ما اعرف شو اسميهم، هو هذا بين بين الميليشيات وقسم من هؤلاء ما ادري شنو، هاي العلاقه تتنفذ من خلالها عمليات ابتزاز وبها اهداف سياسيه. فنسمع شويه ابو الزيز. صح، هو شاب صغير بس انت تغلط علي راسا. احنا خلينا مثلا بالاخوه الحاسباتيه ومن خلال الاي بي ماله شفنا الصفحات مالته، بالاخير دزينا له احد المجندات جزاها الله الف خير. صار له تقريبا 7 ايام، جبنا عنوانه وجبنا اهله، عايش ويا خالته والدته متوفيه، حتى صورة امه دزها، هسه فتوازي اسهال بسرعه اعطيتهم كلهن مجرد بنيه يعني يا ابني. ولذلك اخي العزيز هذا تصوير كامل عليك فيديو. زين زيتويو، بما انه انت وربعك متدينين وتستحرمون الاختلاط والزيتويو والبعض بالمولات، سؤال فدوه، شلون اغوتها هاي البنيه وصورت له فيلم؟ ايش دزت له من صوره البقره؟ زين هذا يعتبر جهاد نكاح، عمل استخباري، عمل استهتاري، نادي الجندي داز زيلته وشنو؟ واحد حاكي عليكم عمليه استخباريه شنو؟ يعني المفروض يدزون عليك شعبة الابتزاز الالكتروني انت يا فضيحتك يا ابو الزيز. هسه عرفتوا من الدولة العميقة. فاعزائي الناشطين هالايام اي وحده تطب لكم حليوه شوي ابتعد عن الموضوع، داز ابو اسرائيل. خليكم ويانا. تشك تشك ها ها ها. واحبس من يعاديني، اسد شارع وافوت بزود، بالك لا تحاكيني، تابعني كل الجيش والشرطة وسواه، تابعني كل الجيش والشرطة وسواه، واخواني بالخضراء ربع الميليشيا، وحافوش وصعدناه ولا كيفنا، ولا كيفنا، صفت بس للطيب وتذبح بالقزازة، خذت بيها إجازة وطق وصار معروف عزيز الروح، عزيز الروح. أني الشوجر بيبي واتعامل بالدولار، زود النائب أصرف ما أفكر بالأسعار، أني الدولة بيدي وانطي هواي وعود، كل شي يمشي بكيفي لما وقع العقود، عندي جي جلاس سودا أفرفر بالخضراء، أحسب لي وقفني من الجندي للواء، بالجنطة هواي فلوس ولبس كل براند، الهدايا ترست بيتي والدزها 40 إيجاد، الحجي خوشي يورق هواي يبذل بالشدات، ما يقصر منا قول له حجي شو صاير بالذات، دز السايق بيده وردة وياها ضبة خشنة، يحب دلعة منا قطة واتغزلان بكرشة، سد الشارع منا فوت للحجي ساند ظهري، 3 تاهو تمشي ويايا كله فضل خصري، كله فضل خصري. ثقيل وخامط الموجود وعدي منك خليني، اطشطش بالملاهي فلوس وباجي بجيبي يحميني، اخرب على التوريد
واهل المصالح اخرب على التوريق، واهل المصالح يعرف نبل تحقيق من طرف فالح، او مدرس صعدك ياهو حج فلان، وحج فلان، ومكتوب اسم بيها نجم واركب عليها، بدينا وما نطيها، كفاله وطلع فراج عزيز الروح.